السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتوا شايفين طريقة عمل السمك البلطي السنجاري، إن شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة زي محلات السمك بالظبط، وأحلى إن شاء الله كمان. معانا هنا سمكتين بلطي، تكون السمكة كده كبيرة. سمكتين دول عاملين حوالي كيلو وربع. ومعانا هنا التوابل اللي هنتبل بيها السمك. معايا توم وشبت وبابريكا وبهارات سمك، ومعانا كمون من كل حاجة. نص معلقة صغيرة، او حسب الكمية اللي هتعملوا يعني كمية السمك. ومعانا طبعا الملح. كل دول بقى نحطهم في الهون وهنفرمهم كده علشان نتبل بيهم السمك. حابة بقى تعمليهم في كبة، حابة تقطعيهم بالسكينة زي ما تحبي، بس اهم حاجة نطحنهم جامد كده علشان نعرف نوزع الخلطة كده او التتبيلة بالسمك. دي تتبيلة السمك اللي بعملها على طول بعد بقى ما هرسناهم كده. عصرت عليهم ليمونتين كده كبار، وزي ما انتوا شايفين بقت معانا التتبيلة بالشكل ده. وطبعا اهم حاجة واحنا بنجيب السمك من بتاع السمك وهو بينضفهم نقول له قطعها لنا تقطيعة السنجاري اللي هو بيفتحها من عند الظهر علشان تبقى بالشكل ده. طبعا هنتبلها بقى زي ما انتوا شايفين كده من جوه ومن بره. دي التتبيلة بتاعت السمك. طبعا لازم نتبل السمك قبل ما نعمله، حتى لو كان سنجاري او مشوي او مقلي او اي حاجة. بعد كده بقى ايه، احنا الاول عصرنا ليمون على السمكية قبل ما نتبل، وبعد كده وزعنا التتبيلة زي ما انتوا شايفين كده من جوه ومن بره. وطبعا غسلناه كويس الاول بملح وليمون وشطفناه. واهم حاجة قبل ما نتبله لازم نسيبه يتصفى خالص علشان التتبيلة ما تقعش منه لو المية نزلت منه. معانا هنا بقى بصلاية وطماطم وفلفل رومي، حطينا عليهم رشة كمون ورشة ملح ورشة بابريكا، او ممكن نخلي شوية من التتبيلة او معلقة صغيرة من التتبيلة اللي تبلنا بيها السمك ونحطهم على الخضار ده. بس انا ما فاتش معايا فمش اشكال، عادي يعني. وكده كده انا اوريدي متبلة السمك كويس جدا. هنقلبهم بقى على بعض زي ما انتوا شايفين، وهنحط شوية زيت كده وهنقلب كده برضو علشان نوزع الملح والكمون زي ما قلنا. انا حطيت ملح وكمون وبابريكا، وممكن تحطوا شوية شطة. وعلى فكرة انا حطيت في التتبيلة الاولانية شوية شطة صغيرين، بس طبعا زي ما تحبوا بقى، حابينه سبايسي زي ما تحبوا. هنا بقى جبت الصاج اللي هعمل فيه وحطيت كده ورق ألمونيوم علشان طبعا السمك بيلزق، لازم نحط له ورق ألمونيوم، يعني ما ينفعش نعمله كده. ورشيت كده رشة زيت على السمك بسيط جدا مش كتير يعني، بس علشان ما ينشفش معايا. وهبتدي بقى اوزع الخضار كده، الطماطم مع الفلفل مع البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه. واحنا بنجيب كلنا السمك ده من بتاع السمك. والله الطريقة دي حلوة جدا جدا وبسيطة وما فيهاش اي حاجة. جربوها هتعجبكم جدا جدا ومش هتشتروهم من بره. عايزة اقول لكم السمكتين دول لو جبتهم من بره يعني هيعدوا 200 جنيه، لكن طبعا لو عملتهم في البيت اوفر بكتير واحلى كمان. هنوزع بقى زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هنحطهم في الفرن من تحت كده. انا حطيتها من تحت علشان لو يعني قربتها شوية هتلاقوا احمرت من فوق وابتدت بقى تنزل ميتها. احسن حاجة نقرب من تحت كده ونسيبها بقى مع نفسها. انا مشغلة فوق وتحت. ومعانا هنا بقى البصل هنحمره علشان نعمل الرز بالصيادية. انا بحمر البصل يعني بغمقه جدا علشان يديني اللون البني الغامق. ده الرز الصيادية الاصلي. بعد ما اتحمر كده هنحط المية. هنحط طبعا المية على حسب كمية الرز، او نقلل شوية كمان علشان البصل عامة بينزل مية علشان الرز ما يبقاش معجن. حطينا فلفل اسود وكزبرة وشوية من توابل السمك وطبعا الملح، وهنقلب كده وهنسيب المية تغلي. ما بحبش ازود المية قوي،
ممكن لو حبيت ميه بعد كده ازود، علشان لو الميه زياده هضطر ان انا اشيل منها، فطبعا ههدر من الميه بتاعه البصل دي، فانا بسيبها دايما ان انا ازود مش انقص. حطيت بقى الرز بعد ما الميه غليت، لازم الميه تغلي علشان تديني اللون البني الحلو ده. وحسيت ان هي عايزه سيكه كده ميه، حطيت حبه ميه صغيرين وبس كده. انا بقلل ميه عن مقدار الرز اللي هو العادي اللي بنعمله، علشان زي ما قلت لكم البصل بينزل ميه، فمش عايزين الرز يبقى معجن. هنا بقى بعد ما السمك استوى زي ما انتم شايفين ما شاء الله حلو جدا، وده لونه طبيعي من غير فلاتر ولا اي حاجه، ما شاء الله كده. اللحم ابيض، واهم حاجه طبعا السمك يبقى صابح. وده الرز بعد ما عملناه، شويه رز بقى، جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. انا بحبه غامق كده، اللي عايز يفتح شويه ما يحمرش البصل قوي، بس والله الغامق ده بيبقى طعمه في حته تانية خالص. وطبعا زي ما انتوا شايفين السمك بقى، وطبعا جربوا الوصفه دي. واهم حاجه ما تنسوهاش، لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.